السلام عليكم. ملف اليوم هو عبارة عن جريمة بشعة، والسبب ديالها هو الشيطان. دائما طريق الشيطان. في هذه القصة دارت نهاية مرعبة، ذلك غنبداو القصة من البداية. واحد النهار حنا رايحين، جانا اتصال بأنه كاينة واحد الجثة ديال جوج سيدات، هما جوج جثث ديال جوج سيدات في واحد المنطقة قروية، وخاصنا نلتحقو نعاينو جثتين. أول ما وصلنا دخلنا لواحد الدار، غادي نتصدمو من المشهد. جوج عيالات في متوسط العمر، نقولوا الأربعينيات بحال هكاك. الأولى مقطوعين ليها يديها بجوج، ومليوحين بعاد ومدبوحة. الثانية على بعد خطوات منا، الأولى جات في الباب على الدخلة، الثانية جات ملي غادي تدخل شوية من الدار، تدخل لداخل غادي تلقاها تاهي مدبوحة ومقطوعين ليها صباعها وحتى يديها، ومشتتين في كل بلاصة. وفي الأول اللي دهشنا بزاف هو المكان ما كانش طبيعي. المكان كان كيخلع فين كانوا دوك العيالات. مكان حسسنا بشي حاجة ما هياش. كاين شماع، كاين بلايص ديال الطلاسيم، كاين بزاف. بلاصة اللي كانت ديال السحر او ديال شي مشعوذين. باينه ملي غادي تبقى تدور في ديك الدار وتبان لك منزل مشعوذين. هنا بدينا بالتحقيق. اول حاجه نعرفوا شكون هاد جوج عيالات. هاد جوج عيالات هما جوج خواتات، كوثر وخديجه. هاد كوثر وخديجه جوج خواتات، والعمل ديالهم هو الشعوذه والسحر، وكانوا كيجيو عندهم الناس بزاف. ملي سولنا لقينا بانهم دائما كيجي عندهم عدد كبير ديال الناس. وفوق البلاصه فين خدامين، هما خدامين في السفلي، والعائلات ديالهم عايشين في الفوق. شكون اللي قتل هاد العيالات؟ واش شي جن؟ واش ما عرفناش. كنسولوا الناس، حتى واحد ما عارف شي حاجه، حتى واحد ما شاف شي حاجه. واش كاين شي واحد عنده دافع يقتل هاد جوج الناس؟ ما عرفتش. هما ناس كيخدموا في السحر والشعوذه، التخلويض موجود. ملقيناش حتى اثر. وملي درنا رفع البصمات البلايص، رفعنا البصمات، طلعوا بصمات ديال الناس بزاف، بما انه مكان كيجيو ليه الناس بزاف وجوج خواتات كيديروا السحر. بصمات تقريبا ديال عدد كبير ديال الناس. ما عندك فين من تشد. الناس اللي في الدوار بداو كيقولوا بان الجن او الشيطان هو اللي قتلهم. ما كاينش اللي غيدير لهم هاد الحاله، خصوصا انها جريمه مروعه. يذبحوا وتلاحوا اليدين ديالهم وتلاحوا الصباع ديالهم. الناس قالوا الجن هو اللي دار هاد الجريمه، كانوا متاكدين منها 100%. خصوصا ان دوك الخواتات قاطعين يديهم من يد الرحمن. خواتات اللي كيديروا جميع انواع السحر الاسود والسحر العادي واذية الناس. كانوا معروفين فين ما قصدتيهم ما كيزقلوش. داكشي علاش الناس كانوا كيقولوا راه الجن اللي قتلهم. لكن حنا كشرطه حتى حنا في الاول دخلتنا هاد الافكار ولينا كنقولوها ممكن، ولكن كشرطي ما يمكنش لك تسد الملف بهذا الشيء. لذلك خصك تعميق البحث. هنا بدينا كنسولوا الناس اللي ساكنين، كل واحد كتحاول تعرف من هنا شويه. جات على واحد لسان واحد الشخص انه كاين واحد الشخص ساكن هنا قزاب. هادي غير بهضره دازها الكلام، ولكن احنا قلنا بما انه طريقه الذبح احترافيه
طريقة تقطيع اليدين احترافية وداو بموسم ماضي جدا ممكن. يعني هاد القزاو واخا ساكن في هاد الزنقة، المهم ساكن، خصنا نعرفوه، خصنا نشوفو هاد القزاو يعني فين كاين. ربما تقدر تكون عنده صلة بالواقع واخا هو احتمال بعيد. سولنا على داك القزاو، قالوا لنا الناس راه هذاك القزاو يعني راه خدام في المدينه، يعني راه ما جاش، يعني ما كانش هذا الاسبوع كامل وما بانش وما شافو حتى حد، وكيخدم في المدينه وكيجي ما عند الزوجه ديالو. ولكن واخا هكاك يعني خاصك تستدعي اي حاجه واي خيط واخا يكون بسيط بسيط بسيط، خاصك تشد فيه. بما اننا خصنا نشدو في تعميق البحث، بدينا كنقلبو على هاد الكذاب. يعني الحاله سولنا عليه الناس، قال لك انه حاليا كان واحد الكذاب اللي هو لاباس عليه، ولكن حاليا كيمور يعني ازمه ماليه خانقه وكيديات بزاف. داكشي مهم. السيد مخابق مؤخرا. مشينا حتى للمدينه، يعني حيت المدينه قايبه. سولنا على داك الكذاب، لقيناه في الاستجواب ديالو. واش كتعرف هادو؟ لا ما كنعرفهمش. في الاول كان واحد الانكار، ولكن جانا تصرفات وكلامه غير طبيعيين. شي حاجه ما هياش الطريقه كيفاش كيتصرف، الطريقه كيفاش يعني كيجاوب فيها واحد شويه ديال التوتر. يعني خصك تضغط بزاف على هاد الشخص، ربما عارف شي حاجه. دابا عندك هاد الشخص اللي هو بعيد، يعني نهار الجاي ما كانش في داك المكان، انت كتستجوب فيه وكيبان لك فيه واحد التوتر، ولكن ما عندكش دليل. يعني ما عندك حتى شي دليل يعني باش انك غادي تثبت عليه الجريمه. حتى واحد ما شافو، حتى واحد كلشي نكا بانه كان داك النهار في ديك المدينه. يعني شي حاجه ما راكباش. ولكن كيخصك بعض الاحيان يعني تضغط على داك الشخص اللي كيبان لك انه راه في واحد في واحد توتر. خصك تعرف يعني كاينه شي حقيقه تما. من بعد يعني ما ضغطنا عليه بزاف، ضغطنا عليه لواحد الدرجه كبيره، يعني لدرجه اننا اتهمناه يعني بشكل مباشر. واه انت اللي قتلتي السيد، اعترف بانه هو اللي قتلهم. ولكن خصنا نعرفوا السبب علاش هاد السيد ناض قتل هاد جوج عيالات اللي هما اصلا بعاد عليه، غير جيران ديالو. يعني علاش قتلهم؟ القصه قال لك هو بدات ملي المرا ديالو ولات كتمشي عند دوك جوج عيالات. ملي ولات كتمشي عندهم قال لك ولا كيحس براسو بانه ولا كيبغي ماتو كتر، ولا متعلق بها كتر، ولا ما قادرش يتفارق مع ماتو، ولا كيحس بانه هذاك السحر اللي داو ليه شد فيه. قالوا كيفاش؟ يعني بحال كيحس بانه ولا كيبغي ماتو بزاف، متعلق بها بزاف، وهي ماتو ولات كتحكم فيه وهو ما قادر يدير والو. يعني كان كيحس بانها هذاك السحر اللي كيديروا دوك العيالات راه شد فيه. هنا مشى عندهم، يعني قال لهم واش سحرتوا ليا وانا وليت كنعاني كنبغي ماتي بزاف. هما بكل وقاحة وبكل ما يحمله الشيطان قالوا لي سحرنا لك ودنا لك سحر اسود، وغادي تبقى مرتبط بديك الماء طول حياتك. ولا بغيتي نفكوك خاصك تجيب لينا هاد الفلوس قدر، والقدر المالي. السيد بدا كيجيب لهم الفلوس، وفي نفس الوقت بدا كيحس بان التجاره ديالو حتى هي بدات كتعيا. يعني ولا مؤمن بانهم هادوك الناس سحروا ليه. لذلك عاوتاني قصدهم وقال لهم حتى التجاره ديالي كتعيا وهذاك السحر. قالوا لي السحر اللي درنا لك راه غادي يخلي التجاره ديالك ميته، وغادي يخلي علاقتك مع ما ديالك هي متحكمه فيك. يعني خاصك تبقى تخلصنا، خاصك تخلصنا. بقاو كيستفزوه وكياخدوا منه فلوس وفلوس وفلوس اكثر، وكل ما يمشي عندهم يطلبوا ليه فلوس اكثر باش انهم يفكوه. يعني لمسوا فيه انه شخص ضعيف ويقدروا يستغلوه، وخداو ليه فلوس واموال طائله وصحيحه. ومع ذلك بقاو مستغلينه. السيد لقى راسو غارق كيديات، الناس كيتسالوه وغارق وخدمته واقفه. قال اش ندير ما ندير،
خاصني نقتلهم. يعني خطط العملية جيدا، حيت هو فاش كان كيمشي عندهم شاف باللي هذوك العيالات كيكونوا لابسين ذهب، وبين انه لاباس عليهم دوك جوج خواتات، يعني قال غادي نقتلهم وناخد الفلوس. مشى داك النهار اللي غادي يقتلهم، مشى في الصباح بكري، يعني الصباح بكري اللي كتكون الدنيا كامله ناعسه. مشى لبس جوج جلالب باش الجلابه الاولى يعني الى طاح عليها الدم ولا شي حاجه يلوحها كان عارف ومخطط، ودا الموس ديالو ديال الخدمه، يعني موس ماضي ديال بصح. مشى دق عليهم مع 6 الصباح، هما ما فهموا والو، حلوا ليه، قال لهم جبت لكم الفلوس اللي كنتو طلبتوني عليه. حلوا ليه مع الدخله، ذبح الاولى وينقز عاوتاني الخوا. قال لك بدات كتاكل من اللي ذبح الاولى، بدات كتاكل شويه فاقت اختها مع غادا تخرج ذبحها حتى هي، او بغى يحيد لهم داك الذهب اللي كان في يديهم، يعني داك الذهب ودوك الخواتم ديال الذهب ما بغاوش يتحيدوا ليه. تما فين جبد قال اسهل طريقه هو نقطع لهم ايديهم باش مبقاش نضيع الوقت هنا تيحصلني شي حد. داكشي قطع لهم ايديهم وداز خدا داك الذهب وطاق حتى شي فلوس لقاهم تما وزاد بحالاتو. يعني هنا كنشوفوا طريق الشيطان فين كتوصل، هو غادي يمشي الحبس للأبد والمؤبد. هما ماتوا موتة بشعة اللي الناس كاملين اعتقدوا انها من فعل الجن او الشيطان، حيث شافوا اطراف متقطعة قالوا هذا اللي قتلهم ما قتلهم شي جن، يعني ذبحهم ولاح الاطراف ديالهم. طريق الشيطان ديما ما كتوصلش للطريق المزيانة، والنهاية دائما تكون مرعبة ومأساوية.